السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم موضوعنا خاوتي عن التشتية. آه، التشتية يعني كل منطقة وخصوصياتها، وكل منطقة يعني كاين مناطق تحتاج تشتية، كاين مناطق يعني طبعا لا تحتاج تشتية. أنا منطقتي باردة، مع أن الشتاء يعني أصبح يعني كأنه غير شتاء يعني، لكن احنا درجة الحرارة هنا يعني عندنا تنزل تحت الصفر في الليل، في النهار 5 6 درجات يعني على الأكثر، يعني في الشتاء ممكن يعني 10 درجات، وبالتالي وجب عليا التشتية. لكن كاين مناطق يا أخي لا تحتاج تشتية، هو فقط يعني أن تضغط النحل تاعك، تنقص الإطارات وانتهى الأمر. أول شيء خاوتي نقص من باب الخلية كما ترون هنا، يعني نخليه له إلا 2 سنتيم أو 3 سنتيم، يعني كفاية على حساب القوة تاع الخلية. كذلك رفع الخلية طبعا يعني على الأرض. كذلك خاوتي إمالة الخلايا إلى الأمام، يعني بحيث إذا كانت رطوبة أو يعني مياه أمطار دخلت إلى الصندوق يعني تخرج بسهولة. هذه أصلا داخلة، كذلك داخلة في التشتية. إن شاء الله دوك نفصلوا الموضوع. يعني عندنا، يعني أنا نعطيكم عدة طرق للتشتية. فقط هذا خاوتي عندما تبغاو تحطوا الغطاء ديروا أي شيء يعني لكي لا يلتصق النايلون أو التشتية بالكاندي، هكذا فقط. ربي يشرح لي صدري وييسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خوتي خواتاتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بإذن الله في المنطقة تاعي أنا يعني منطقة باردة جدا، وبالتالي اليوم بإذن الله أنا درت تشتية تقريبا للخلايا كلها، يعني تشتية الكاملة. في الفيديو اللي فات درنا تشتية أولية، الآن يجب تشتية الكاملة. عندي 3 طرق من التشتية، يعني إن صح القول توجد تشتية يعني مدفوعة، يعني الناس اللي تشتري لوازم مباشرة من عند أصحاب اللي يبيعوا مواد تاع النحلة، واللي ما عندوش بإذن الله نعطيه بعض الطرق يعني كنت أنا نستعملها سابقا وما زلت نستعملها. يعني ما تقدرش تشتري كل شيء، يعني فيها اللي اشتريت وفيها يعني اللي استعملت عادي. نبدأ بإذن الله. يعني للأسف ما نقدرش نشرح لكم على خالية، يعني الجو يعني راه رجع بارد، وبالتالي ما نقدرش نشرح ونتكلم يعني في نفس الوقت، لكن بإذن الله طريقة مفهومة. فقط من بعد نعطيكم يعني نعطيكم مقطع أو صورة تشوفوا الحاجز هذا اللي نديروه هكذا كيف نشريوه فقط. يعني أولا إذا كانت الخلية هكذا كما نقولوا على 4 إطارات، على 5 على 2 على 3، المهم يعني على 3 وعلى 2 يعني صعيبة باش تجوزنا يعني الشتا هنا. المهم هذيك عندنا حلول أخرى نديروها معها بإذن الله باش تفوتونا نشتري. موضوعنا اليوم بإذن الله على التشتية. عندنا أولا خاوتي حاجز العمودي هذا، يعني هو كفاية يعني عندما تشتريه من عند أصحاب المحلات تجده هكذا في اللين، لكن السمك تاعو يكون عريض، يعني حوالي 3 سنتيمتر أو 4 هكذا، ويكون مغلف يعني بنوع من البلاستيك. لأن النحل خاوتي إذا أعطيت له هذا فقط الفلين فقط بجانب الإطار يعني يزعجه، وبالتالي تجده يفتته، ولهذا قم بتغطيته هكذا. كذلك توجد بعض الأغطية البلاستيكية، يعني للأسف خلصت كلش أغطية بلاستيكية إخوتي، كذلك تباع تضعها مباشرة هكذا، كذلك أغطية بلاستيكية. أو في بعض المناطق أنا لم أجرب النايلون مباشرة، يعني كل واحد وطريقته في التشتية. تضع كذلك النايلون هكذا، قبل ذلك نضع التغذية هكذا، تقوم بوضع ثقب من الأعلى، لأن أنا هذه اشتريتها يعني، وبالتالي ليست غير متماسكة. إذا يعني وضعت الثقب من أسفل ووضعتها على الإطارات ممكن تسيل على النحل ويهجر أو يصيب الملكة أو أي شيء، لهذا نضع فقط الثقب هنا. كذلك إخوتي الكرام، قبل أن تضع
الغطاء فوق التغذية، تنبيه فقط، ضع أي شيء يكون مثلا هكذا لكي عندما تضع التشتية لا تغلق على ثقب التغذية. إذا وضعته مباشرة بدون أن تعمل شيء هكذا يعني يحول بين ثقب التغذية، ثقب الساشي التغذية والغطاء، إنه سيقوم مباشرة بالتغطية، ستغلق لك التغذية هكذا. لحظة. نعم، هذه الطريقة الأولى أخوتي الكرام. الطريقة الثانية، إذا ما عندكش كيف تشتري أو من أين تشتري، فقط مثلا اشتري الفلين بوليستر وتقيسه هكذا، مثلا مثل في حالتي أنا هكذا. ها مثلا هذا رقيق، لا يعني لا غير كافي. هذا فقط فعملته يعني لكي أشرح لكم فقط بعض، يعني لكي يفهم الفكرة جيدا. هكذا. إذا ما عندكش هكذا تجيب أكياس هذه هكذا يا إخوتي الكرام، أكياس هذه التي يجيب فيها علف الأغنام. هكذا تقوم بطيه جيدا هكذا يا إخوتي الكرام، هكذا كما تشاهدين، وتضعه هنا. يعني أشياء بسيطة ولا تكلف يعني الكثير. هذه الطريقة الأولى. كذلك نفس الطريقة تجيب بوليستر وتقطعه على مقاس الصندوق من فوق، لنفترض هذا هو مقاس الصندوق، هكذا كله هكذا. وتضع فلين من فوق والفلين بالجانب، يعني منها ضغط خالية. وكذلك ننقص الإطارات يا إخوتي الفارغة التي هي زائدة عن حاجة النحل. عفوا. هكذا. هذه الطريقة الثانية. كذلك آخر طريقة يا إخوتي الكرام، يعني لكي لا يطول الفيديو كثيرا، هذه الطريقة الأخيرة، هذه هكذا إخوتي الكرام، هكذا تضع إذا ليس لديك نفترض ليس لديك الفلين. الآن سنشرح الطريقة الأخيرة. نترك هذا جانبا. نفترض أنه ليس لديك الفلين، تأتي بإطار فارغ لا يكون فيه شمع، لا يكون ممطوط ولا أي شيء، خشب فقط. هذا الخشب فقط تضعه بالداخل هنا كذلك. هكذا يا إخوتي الكرام كما تشاهدون، هذا هو. إذا أردت أن تجعل هكذا كان بها، وتضعه كذلك حاجز، يعني لكي تضغط الخلية، والخلية تستطيع تدفئة هذا الجزء فقط الذي يشغله النحل. يعني هكذا الأحسن، عندما تطويها تكون يعني تدفئ أكثر. كذلك تستطيع هكذا كما تشاهدون، هكذا شيء سهل جدا يعني وغير مكلف. تقوم بطيها هكذا، وتأتي كذلك واحدة مثل هذه ساشي كما نقول، كذلك تضعها من فوق هكذا، تضعها من فوق الخالية، وتكون يعني لحظة فقط إخوتي الكرام. كذلك تأتي بواحدة أخرى وتضعها هكذا، تكون يعني زائدة على الصندوق من هنا ومن هنا ومن خلف والقليل من الأمام. لماذا هكذا يا إخوتي الكرام؟ إذا سقط المطر يعني الخشب لا يتبلل،
وبالتالي إذا تبلل الخشب وجاء اضطراب يعني مدته طويلة ولم تشرق الشمس، يعني ممكن راح يتسبب لك في رطوبة ويتسبب لك في مشاكل، ويعني تبقى الخلية باردة. هذا ما كان إخوتي الكرام. هذا ما كان عندنا إخوتي الكرام. إخوتي الكرام، فقط هذه عجينة بروتينية. يعني نحن يعني من هنا إلى الأمام، يعني حتى ربما حتى المارس لا نقدم العجينة البروتينية، نقدم الكاندي، نقدم التغذية الصلبة الكاندي، يعني السكرية، ما تكونش بروتينية. البروتينية الآن لا تصل عندنا، يعني منطقتنا باردة. نحن إخوتي الكرام موقعنا شرق سطيف الجزائر، وبالتالي اللي يعرف المنطقة تاعنا باردة، يعني أحيانا لا نستطيع الفتح على الخلايا، ممكن شهر حتى الشهر ونصف. لهذا نحن هنا في منطقتنا نضع كيسين من التغذية ونقوم بالتجزئة الجيدة. يعني إذا سمح الوقت ويعني وكانوا أيامات يعني اللي يسمح فيهم يعني نقدروا نتفقدوا النحل، يعني نجيو نشوفوا التغذية، نشوفوا يعني نتفقدوا الخلايا بصفة عامة. هذا ما كان عندنا إخوتي الكرام. نتمنى إن شاء الله أني فتكم. كما قلت لكم، يعني أنا النايلون يعني لم أستعمله يعني من قبل. يعني البعض يضع نايلون مباشرة فوق في مكان هذه يضع نايلون. كذلك إخوتي الكرام نسيت شيء. أنا في الأعوام الأولى، يعني هذه أنا عندي مدة ما استعملتهاش، عندما أضع كيس مثل هذا أضع تحته يعني قماش من قطن، يعني قماش من قطن، يعني أسفل نعم فوق التغذية مباشرة، ثم أضع هذا الكيس وأضع الغذاية مقلوبة. يعني الغذاية تكون إخوتي الكرام، هذه الغذاية نضعها هكذا. أتمنى إخوتي الكرام أني فتكم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.